مروان مين اللي بيسرق الامتحانات هو واصحابه؟ مروان صلاح يزن ابن انا؟ ازاي يعني؟ تحب اجيبه قدام حضرتك وهو يعترف بنفسه؟ هو انا مصدق حضرتك اكيد يعني، بس الحقيقه ان انا مستغرب. ولا يهمك. انا ما حبيتش اخد ضده اي اجراء، لا هو ولا دليده البنت اللي كانت معاه، عشان خاطرك انت بس. وانا مقدر ده جدا، علشان كده رايي ان احنا نخلي الموضوع بيني وبينك ونحله ودي. بس توعديني درجات مروان تفضل زي ما هي. يعني انا حكيت لكم على كل حاجه اهو. بس ما جاوبتش على اهم سؤال. ايمان السعداوي عملت فيكم كده ليه؟ بصي انا ما اعرفش قالت لمحمود ايه، بس محمود كان متعصب جدا وكان بيتكلم ان الكوكب بقى عامل زي السوبر ماركت، وان كل حاجه لازم نشوف هنطلع من وراها بايه وبكام. بس اكيد منى السعداوي ما كانتش بتاخد فلوس من الطلبه يعني عشان توافق لهم على المشاريع. لا الموضوع مش بالسذاجه دي، بس برضه مش بالمثاليه اللي الناس واخداها بيها. يعني جامعه مش بفلوس كتير بتخرج اشطر طلبه في مصر، طلبه بيفتحوا شركات زي اختك دينا، وجامعه لسه مكمله. يعني برضه الموضوع ما يخلاش من تكه فساد كده. محمود اكتشف الفساد بتاع ايمان. طب محمود عرف يمسك عليها حاجه؟ لا طبعا، محمود لو كان عارف يمسك حاجه ما كانش عمل في نفسه اللي عمله. محمود عمل في نفسه كده عشان محبط. تعالوا اوريكم حاجه. انا مش زاهد، انا عرفت الحقيقه. ايه هي الحقيقه؟ حقيقه ان انا وانت مش هنوصل لحاجه في الاخر، هنفضل نتعب ونشقى ونموت في نفسنا عشان اللي احنا بنحاربه في الاخر يستخدمنا لمصلحته. مين هو اللي احنا بنحاربه؟ معلش. ظلم الانسان للانسان. انا وانت بنعمل مشروع عشان مفيش حد يقيم التاني من البني ادمين، وفي نفس الوقت محتاجين بني ادمين عشان يقيموا المشروع ده ويقولوا ينفع يتعمل ولا لا، ولو اتعمل يكسب كام. انت فاهم احنا في ايه؟ حلزونه يا مان، حلزونه مش عارفين نطلع منها. هشام، انا وانت ممكن نعمل اي حاجه، بس انا عايزك تفوق معايا لارض الواقع وتفكك من الكدبه اللي احنا عايشين فيها دي، كدبه البيع والشراء. الكوكب بقى عامل زي السوبر ماركت يا مان. حقيقة ايه وهبل ايه؟ بقول لك ايه يا محمود، انا عايز اتخرج. انت ومي زين عايزين تتجوزوا وتطلعوا المريخ تعملوا اللي انتوا عايزينه بعيد عننا. انا والجروب ملناش دعوه. بس مي كانت بتشجعه يكمل مشروع اتينا، انه مش محتاج جامعه في حاجه. مش مهمه بقى يا محمود، انت اصلا عامل فكره 1000 جامعه بره تتمناها. ابعت وسافر وتعالى انا وانت نكمل الموضوع سوا. المشكله مش في الجامعه بتاعتنا احنا يا مي، المشكله في السيستم بتاع الجامعه ذات نفسه، فاهمه؟ يعني ايه؟ يعني احنا كده كده محتاجين بني ادمين عشان يقيموا المشروع، عشان الموافقه. بني ادمين دول بقى ممكن يطلعوا من وراكي بفلوس، يطلعوا من وراكي بمصلحه، واللي بقى عايز ياخد معاكي اللقطه. ماشي، بس احنا اكيد مش هنهرب من البني ادمين. صح، انا كان المفروض افكر من الاول ان اللي بحاول اعمله ده مستحيل. بس تعرفي، اي حاجه في الدنيا دي عشان تتغير ما بتتغيرش الا على حساب تضحيه. تقصد ايه بتضحيه؟ يعني في ناس بتضحي بنفسها، في ناس بتضحي باللي قدامها. وانت عايز تضحي بمين؟ بإيمان مثلا؟ انا مش عايز الانتقام هو اللي يبقى سايقنا يا مي. احنا هنضحي بنفسنا. هو ده الموضوع اللي مي كانت بتكلمني فيه طول الوقت اللي كانت بتزورني فيه انا. كنت عايزاني اساعدها في موضوع اتينا واللي عندي في الجامعه وفي ايمان. بس انا ما نسيتش كلام محمود، قلت لها تنسى الموضوع ده خالص. انا مش عايز الانتقام هو اللي يبقى سايقنا يا مي. ما لقيتش على الكمبيوتر محمود غير شويه فيديوز وصور من ايام الجامعه. الظاهر مسح كل حاجه قبل ما يتكل. انت الفيديو ده لقيته على الهارد؟ لا ده اتبعت لي. ان انت اتلطيت معانا خلاص. شكلها كده.